بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، مستمعي إذاعة البرنامج العام من من الإذاعة المصرية. النهاردة حدث خاص وحلقة خاصة بنستضيف فيها إخوة من عمان، إعلاميين محبي للإعلام ومحبي للعمل الدرامي المصري. فالنهارده هنسمع آرائهم وانطباعاتهم على زيارة الاستوديو وزيارة المبنى ماسبيرو. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بك دكتور. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا دكتور. ويا ريت تقولوا لنا انطباعكم، ونبدأ بالأستاذ أحمد يقول لنا انطباعه على زيارته لمبنى ماسبيرو التاريخي والاستوديوهات الإذاعة العريقة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك دكتور على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الإذاعي، ونحن سعيدين حقيقة بوجودنا هنا في مبنى إذاعة والتلفزيون. هذا المبنى الذي يعتبر أحد أعرق المباني التلفزيونية على مستوى الوطن العربي، إن لم يكن على مستوى العالم كذلك. حقيقة تعرفنا من خلال تجولنا في مرافق المبنى على مجموعة من المعلومات عن التي يزخر بها هذا المبنى. حقيقة التقينا من خلالها كذلك بمدير عام رئيس الفضائية المصرية أستاذ خالد نعم بالضبط، وجزاه الله خير. عرفنا كذلك، خضينا كذلك مجموعة طيبة عن هذا المبنى وما يحويه كذلك. سعيدين جدا حقيقة بوجودنا معكم، وجزاك الله خير. إن شاء الله. أستاذ محمد، عاوزين نعرف انطباعك عن المكان وعن الاستوديو والمؤثرات اللي شفتها. نعم دكتور، أول أقدم لكم الشكر الجزيل على هذه الاستضافة الطيبة. ونحن هنا في مصر جئنا عن طريق اللي هو مركز التنمية الإدارية، وهو اللي طبعا عن طريقه صارت زيارات لمختلف الأماكن الإعلامية، ومن ضمنها مبنى اللي هو وزارة الإعلام، مبنى الإذاعة والتلفزيون. طبعا الشيء اللي شفناه في مبنى الإذاعة والتلفزيون شيء مذهل، يحكي عراقة هذا المكان، والذي هو يعد من أقدم الأماكن على مستوى العالم. في مجال الإذاعة شفنا هذا الاستوديو اللي نحن الحين فيه من أكبر الاستوديوهات اللي هي على مستوى الشرق الأوسط والعالم. هو مش من أكبر، هو أكبر استوديو. نعم. استوديو بابا شارو. بالضبط. تعرفنا على أشياء كثيرة كنا نجهلها، خاصة في الاستوديو الإذاعي، واللي هو تم شرحه عبر ناس مختصين، دكتور حسن الزواوي، ونتأمل أن نتعرف أكثر وأكثر عن هذا المبنى بإذن الله. واتكلمنا عن الفرق بين الدراما الإذاعية والدراما التلفزيونية، وقد إيه في إبداع في الدراما الإذاعية، إن هو بيقدر من ورق مكتوب صامت إلى نص كله حيوية وبيدي صورة ذهنية، زي ما الأستاذ أحمد قبل كده أشار، قال إن هو بيحول النص الورقي مكتوب إلى صورة ذهنية الواحد بيشوفها بذهنه. ويمكن كمان نشوف إن الأعمال الدرامية اللي اتعملت إذاعة ولما نجحت اتعمل زيها تلفزيوني، الإذاعي كان ناجح أكتر. لماذا الإذاعي بيكون ناجح أكتر من التلفزيون؟ ودائما هكذا نحن تعلمنا في الإعلام، إنه قلنا سابقا على إنه لما يمر أي إعلامي مفروض لابد أن يمر بالإذاعة، لأن الإذاعة لها مهارات معينة لازم يكتسبها الشخص الإعلامي قبل أن يصل لمرحلة الإذاعة والتلفزيون أو مرحلة التلفزيون. تطرقنا كذلك، قلنا دكتور إنه التلفزيون قد يكون يتحدث مع صورة، يخاطب الناس بصورة، شكل مميز، أسلوب مميز، لكن هو لابد أن يكون في الشخص الإعلامي ملم بجانب الأسلوب، بجانب النبرة وطبقة الصوت، طبقة الصوت بالضبط كذلك. فالجانب الإذاعي يعتبر جانب أصعب من الجانب التلفزيوني، باعتبار هو السلم الأول، أساسيات. ولما يصل الشخص، أي إعلامي يصل لمرحلة التلفزيون، يكون عنده يمكن ما يقال 80% مجتاز، يبقى له جانب 20% هو الظهور أمام الكاميرا. بالضبط.
الجانب التلفزيوني عنده وسائل أخرى تسند أي نقص في العمل أو في الصورة، لكن الجانب الإذاعي ما عندوش حاجة تسند غير الصوت. بالضبط. طب وانتباه حضرتك يا أستاذ محمد؟ نعم دكتور، بخصوص الجانب الإذاعي اللي هو تكلم عنه الأستاذ أحمد، هو لنا في الخيال الحياة. طبعا الصوت يعني، وتكلمنا في سابقا في المحاضرات السابقة عن الصوت، أهمية الصوت، إنك أنت تقدر من خلال خصوصا كمان وأنت صوتك متميز وإعلامي جميل، أنا بتنبأ لك بالمستقبل هايل. بخصوص الصوت، نحن ومن خلال إنه الإنسان بعد ما يموت يظل يسمع الصوت. لذلك الصوت يعني هو اللي يكون الصورة من خلال الإذاعة. يعني أنت لما تتكلم وتختار الكلمات القوية وبالأسلوب واختيار الأصوات اللي هي ساوند إفكت، أنت بتخرج بشيء لما الشخص يسمع الإذاعة وهو رايح الدوام، وهو رايح العمل، هو يعيش الصوت اللي جالس أنت تتكلم فيه. فمثل ما قال الأستاذ أحمد إنه هي البداية، إنك أنت بتوصل للتلفزيون. إذا وصلت للتلفزيون عاد تعتبر عاد خلاص أنت طبعا تكون جاهز. مريت بمرحلة الإذاعة. والله. لكن في كمان سؤال مطروح، في أعمال درامية اتعملت إذاعة زي مثلا ألف ليلة وليلة، ده كان مسلسل مشهور قوي في مصر، اتعمل إذاعة وبعد كده اتعمل مثله تلفزيون، لكن العمل الإذاعي كان أنجح بكثير من العمل التلفزيوني. لماذا؟ مع إن هنا في ممثلين مجدين وهنا ممثلين مجدين، إخراج جيد، إخراج جيد، ولكن العمل الإذاعي بيطغى على العمل التلفزيوني جماهيرية ونجاحا. ونحن نلاحظ الدكتور في الفترة الأخيرة حتى يعني مهما وصل التلفزيون إلى مرحلة تبقى الإذاعة هي إذاعة. يعني نحن لما نسمع أي برنامج إذاعي مميز يكون الأسماء دائما برامج اللي هي برامج البث المباشر نحن معنا، اللي هي تحاكي قضايا الناس وشكاوى الناس عن موضوع معين، تبدأ إذاعة، لأنه يعرفوا إنه الناس تحب تسمع الإذاعة، لأنه أوقات السماع الإذاعة ملهيات الحياة أصبحت كثيرة. أنا ما عندي وقت أجلس أمام شاشة التلفزيون، بينما أنا رايح دوامي مشغل على الإذاعة لمدة ساعة أو ساعتين أستمع، وبذلك أنا أركز على قناة معينة، أشغل قناة معينة. إذا كان برنامج الإذاعة مميز فأنا حاسب وقتي على أنه، ومعظم البرامج المميزة دكتور هي دائما تكون، وهي حتى في الإعلانات فترة الصباح نحن معانا مثل من الساعة 7 أو من الساعة 6:30 تبدأ، لأنه فترة الذهاب للدوام من 6:30 للساعة 8. دخولك في الزحمة وغيرها أنت عندك 1.5 ساعة تسمع لبرنامج إذاعي. العودة كذلك من العمل هو نفس الشيء، وقت حساس. حتى نحن دائما لما نبث أي برنامج عندنا في كجهة نركز على هذه التوقيتات، توقيتات يوم الخميس من عودة من الدوام. صدقت، عندك حق، لأنه يعني الناس تستمع. لكن أنا ممكن أضيف لحضرتك، كلامك طبعا صحيح جدا، لكن ممكن أضيف إن سبب نجاح العمل الإذاعي وبالذات في ألف ليلة وليلة، ألف ليلة وليلة بيتكلم على ملك شهرزاد وشهريار. نعم. شهريار ده الملك، وشهرزاد دي اللي كان بيجيبها كل يوم وبيقتلها. فكل واحد لما بيكون العمل ده جيد، كل بنت بتسمع شهريار بتتخيل شهريار كما يحلو لها، كل واحدة ليها شهريار مختلف عن الأخرى. نعم. يعني البنت دي شهريار شكله عندها مختلف عن شهريار عند بنت تانية، لكن أنا لما بجيبه بجسده في التلفزيون بقى شكل واحد. نفس الكلام بالنسبة لشهرزاد، لكل شاب شايف شهرزاد مختلفة عن شهرزاد الأخرى في الإذاعة، بتطلق العنان للخيال. لكن أنا حددت في العمل التلفزيوني شكل معين، ممكن الشكل ده يعجبني أو يعجب الكثيرين، لكن بعض الناس لا يعجبها. لكن في الخيال كل واحد بيتخيل ما يشاء، يتخيل حتى نفسه بعض يعني يتخيل ما يشاء بالضبط. فبيبقى سعيد بكده. حتى القصر بيبقى لما بيبنى في التلفزيون بيبنى بالإنتاج، المصاريف المحطوطة أو التكلفة المخصصة لإنتاج هذا القصر، فقد تكون ضخمة قد تكون قصيرة. كمان التصميم بتاعه قايم على تصور المهندس اللي بيعمل ده. لكن أنا لما بتصور قصر في الخيال فلا حدود للتكلفة، لا حدود للشكل، لا حدود للمساحة.
الرجل اللي هو السياف او مسرور اللي بيقتل كل يوم يقتل المرأة دي، انا بتخيله انسان قاسي وطول بعرض وقوي وعضلات وشكل معين، لكن هو لما في الدراما يعني يجسده لي بشكل معين فقد يقنعني وقد لا يقنع غيري. فهكذا تكون الدراما الإذاعية كلما كانت جيدة كلما كانت أوقع وكلما كانت أنجح من الدراما اللي زيها التلفزيونية. أنا سعدت جدا جدا بكم، وسعيد إن إخواتي في عمان بيشاركونا في الإذاعة المصرية حلقة من حلقاتها، ونتمنى أن يمتد هذا التعاون في حلقات أخرى وبرامج أخرى جميلة ومصرية. ألف شكر أستاذ أحمد، ألف شكر أستاذ محمد، ونورتم الإذاعة المصرية ونورتم مبنى مسيرو، ونلتقي دايما على خير إن شاء الله. ألف شكر مستمعينا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج